الخناق هو ترى حاجه مهمه. الحقيقه هو الخناق حاجه مهمه جدا وحاجه مهمه في كل علاقاتنا، مش بس في العلاقه الزوجيه بس. لكن هي الفكره احنا ازاي بنتخانق. معاكم دكتوره منى صلاح، استشاري العلاج النفسي، معالج نفسي وزواجي معتمد من وزاره الصحه المصريه. احنا اتفقنا ان الخناق هو حاجه مهمه جدا جوه اي علاقه بنخشها، بس الفكره اكون داخله الخناقه دي وانا هدفي منها ايه. احنا مش في حرب، مش هدفنا ابدا ان حد ينتصر على حد او انت اللي غلطان، لا انت اللي غلطان. ان ده الحقيقه هيوصلنا ان احنا نبقى عمالين نتخانق وما بنوصلش لاي حاجه عايزينها. لكن هو الخناق عباره عن ايه؟ عباره ان احنا بنختلف على موضوع علشان نوصل لحل يكون مرضي لينا احنا الاثنين، فبنوصل لنهايه او بنوصل لحاجه احنا عايزينها وتبقى احنا الاثنين راضيين عليها. ففي العلماء او الدراسات اللي اتعملت سواء في جوتمان او في بقيه المدارس التانية قالت ان احنا محتاجين نخلي بالنا من شويه حاجات كده واحنا بنتخانق. اولها هدفنا من الخناق. احنا دايما مدخلين الخناق واحنا مركزين على الهدف ان انا مش عايزه انتصر، انا عايزه اقول وجهه نظري، انا عايزه اوصل لحاجه وحل للموضوع اللي احنا داخلين فيه. ايه اللي المفروض ان احنا ناخد بالنا منه واحنا بنتخانق؟ اول حاجه مشاعرنا. اول ما نحس ان مشاعرنا ابتدت تتقل. يعني ايه ابتدت تتقل؟ يعني ابتدت درجتها تبقى عاليه عليا، انا غضبي عالي عليا، انا قلقي، انا نرفزتي ابتدت تعلى. فساعتها نوقف، نعمل تايم اوت، نرتاح شويه. غالبا الدراسات بتقول نرتاح 20 دقيقه. في ال 20 دقيقه دول انا ببتدي بهدى عشان اعرف استعيد ان احنا نقعد ونتكلم تاني في موضوع الخلاف اللي ما بيننا. ايه تاني؟ ان انا وانا بتكلم انا عايزه ايه، بشرح وجهه نظري واحتياجاتي ومشاعري بشكل محدد وواضح علشان ما نبقاش بنفتح باب ان يبقى فيه زي ما قلنا قبل كده ان احنا بندافع عن نفسنا او ان يبقى فيه هجوم على طرف من الاطراف. انا ببقى مركز على هدفي في الخناقه دي ان انا اوصل لحل علشان اكون واصل لمكسب من الخناقه دي، فما بيبقاش مجرد صوت عالي ونرفزه على الفاضي. طيب ايه كمان؟ ان انا لما اكون بتكلم على مشاعري اتكلم برضو عليها انا حاسس بايه بالظبط علشان الطرف التاني يبقى مقدر مشاعري دي ويساعدني ان مشاعري تهدى وبعدين نبتدي نتكلم. اهم حاجه برضو في الخناق ان احنا ما نبعدش. يعني ايه ما نبعدش؟ يعني ما نختلفش ويبقى في خصام ما بيننا. كل واحد فينا بقى في حته، كل واحد فينا بقى في اوضه، كل واحد فينا بقى في جانب، مش هتكلم معاك ولا هاكل معاك ولا هشرب معاك ولا هاكل معاكي. كل ده بيزود الخلافات اكتر. مهم جدا واحنا بنتخانق ان احنا يبقى في تلامس جسدي ما بيننا، يبقى في تواصل بصري ما بيننا. يعني نمسك ايد بعض واحنا بنتكلم وبنشرح احنا عايزين ايه او محتاجين ايه او حتى مشاعري ايه. التلامس الجسدي ده الحقيقه ده بيعمل توازن شويه في مشاعري دي، فحتى اللي هي لو عاليه هي بتبتدي تهدى شويه، عكس ما كل واحد فينا يكون واقف في حته وهو متاهب ومتحفز ان انا ههجم على الطرف الثاني. فاحنا في الاخر محتاجين نركز واحنا بنتخانق على الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم، ان احنا نستخدم بدايات لطيفه، ان احنا نشوف مشاعرنا ونشوف مشاعر الطرف اللي قدامنا، نقول احتياجاتنا بشكل واضح وصريح، وده علشان نوصل لحاجه مرضيه لينا احنا الاثنين في الاخر.